هل عمرك فكرت إزاي ممكن تثق في كتاب اتكتب من آلاف السنين؟ بلاش تحتار، هنساعدك تختار. أهلا بيك في المنيو، هنساعدك تختار تتعلم إيه وسط بحر الكورسات اللي على الإنترنت. النهاردة المنيو بتاعنا عن كتاب مهم جدا ومثير للاهتمام. لماذا نثق بالكتاب المقدس؟ الكتاب ده هيغير نظرتك لأعمق سؤال عن إيمانك. أول نقطة مهمة بيقدمها الكتاب ده هي إن أساس ثقتنا في الكتاب المقدس كله هي قيامة المسيح. بالظبط، الكتاب بيأكد إن لو يسوع قام من الأموات يبقى كل اللي قاله عن نفسه وعن الكتاب ده حقيقي. تخيل كده لو شفت صاحبك قام من الموت، مش هتصدق كل كلمة بيقولها؟ قيامته بتدي سلطة لكلامه ولكل الكتاب وتخلينا نثق فيه بشكل أعمق. طيب والنسخ الكتير والترجمات المختلفة، هل ده بيخلينا نشك في موثوقية الكتاب؟ أبداً، الكتاب بيشرح إن وجود آلاف النسخ القديمة دي بيخلينا متأكدين بنسبة كبيرة من النص الأصلي. تقدر تكون صورة واضحة وموثوقة حتى لو مفيش فيديو أصلي. والترجمات كمان تعددها مش بيشتتنا، بالعكس بيأكد لنا إن الأفكار الرئيسية ثابتة ومتفق عليها بين العلماء. لو الكلام ده حمسك تعرف أكتر، الكتاب ده مليان تفاصيل رائعة تستاهل وقتك. بنرشح لك تبدأ بالفصول دي عشان تفهم الموضوع كله. الفصول دي هتلاقي الفصل الأول بعنوان لا تصدق كل ما تقرأه، والفصل الثالث بيقول لك نسخ من نسخ من نسخ من نسخ، والفصل الرابع بيقول لك هل هذه الأسفار هي حقا التي تبحث عنها، والفصل السابع بيقول لك الأساس الأعظم، بيتكلم عن قوة قيامة المسيح كدليل على صدق الكتاب كله. كل الكتب والمصادر اللي اتكلمنا عنها هتلاقيها في وصف الحلقة عشان تبدأ رحلة بحثك. وكمان هتلاقي رابط في الوصف معمول بالAI، ممكن تسأله أي سؤال عن محتوى الكتاب ويرد عليك بتوضيح وتفصيل. مثلا ممكن تسأله إزاي أرد على أصحابي في الجامعة اللي بيقولوا إن الكتاب المقدس اتغير كتير على مر السنين. قولوا لنا في التعليقات تحبوا المنيو الجاي يكون عن كتاب إيه؟ لو المنيو بتاع النهاردة أفادك يا ريت توصله لناس تانية يمكن يستفيدوا هما كمان. المنيو وقتك ذهب، اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.